متأكدة إنك جربت الإحساس ده ولو لمرة في حياتك. أول ما الأذان يأذن تدخل معركة جواك، قوم أصلي ولا سيب الصلاة، فمخك يقرر يسيب، فتلاقي إحساسك بقى وحش. بس لو قررت تصلي رغم التعب أو الكسل بتحس ساعتها بانشراح الصدر كده وسعادة بمجرد ما تخلص. يحكي أحدهم إنه بيحب دايما يفكر نفسه بعبارة إلى المصلين في سورة المعاد، فكل ما يحس بحزن يقول إلى المصلين فالحزن مش هيقدر عليه، وكل ما يحس بتعب يقول إلى المصلين فالصلاة قوة. فارتبط الصلاة بالنسبة له بالاتزان والاطمئنان والسكينة. وانت كمان استخدم عبارة تحس بقوتها وتكون دافع ضد وسوسة الشيطان. كم صلاة فاتتك بسبب وسوسة الشيطان وأفكار مش حقيقية، فلازم نحارب الشيطان بنفس السلاح. حتى أثناء غيابه في رمضان بتصفد الشياطين، فتلاقي الأفكار دي بتظهر في صورة أحاديث للنفس. فابدأ من دلوقتي تزرع أفكار وعبارات إيجابية تكون جاهزة لمواجهة أحاديث النفس ووسوسة الشيطان عند كل صلاة. واللي بتكلم فيه ده في علم النفس اسمه سيلف توك، ودي تقنية بيستخدمها أطباء النفس اسمها التوكيدات الإيجابية، ودي بيستخدموها لعلاج الانطواء والاكتئاب أحيانا. أنا ملك، وده ملخص من كتاب